كل الخطوات علشان يطلع معاكي مظبوط واخد القرمشه، شارب الشربات، ومهما تاكلي منه مش هيديك التسكيره زياده عن اللزوم، لان هقول لك شربات برده مهما تاكلي من الحلويات هتعتمديه على طول بيبقى حلو ومظبوط قوي. اول حاجه الشربات معايا اللي انا قلت هعمله معاكم ده مظبوط جدا وتعتمديه. كوبايه ونص من السكر بنفس الكوبايه ميه، كوبايه واحده ميه، نص كوبايه عسل جلوكوز. طبعا بما اننا في الشتاء العسل بيبقى متماسك شويه غير الصيف، ده بيبقى يختلف تماما غير عسل النحل، ده بيبقى معمول من الذره فمش بيديكي تسكيره زياده عن اللزوم، وغير كده بيديكي قوام وماده حافظه للشربات، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبيديكي لمعه كمان. خطوه مهمه جدا وهتدعي لي بسببها، حاجه بسيطه من روح الموز هتفرق معاكي في طعم، وتقدري تحطي روح البرتقال المتوفر عندك من الاثنين. انا استخدمت روح البرتقال بس الموز برضو بيبقى عطيله طعم مميز جدا. هستخدم بنفس الكوبايه اللي عملت بيها الشربات كوبايتين من الدقيق، ما يعادل 250 جرام من الدقيق، لان الكوبايه دي من غير ما تبقي ضغطاها بتاخد معاكي 125 جرام من الدقيق اللي هو المج المتوفر في كل بيت. الشربات ترفعيه على نار هاديه جدا، من بدايه الغليان هتحسبي 8 دقائق. هنزل بشريحتين من الليمون او نص عصره ليمونه، وتقدري كمان لو حابه تضيفي فانيليا بدل ما تستخدمي مثلا روح الموز او البرتقال اللي انت حباه بقى. هنخل الدقيق علشان ما يبقاش فيها تكتلات وعلشان يديكي قرمشه، ولو قعد معاكي يومين استخدمت معلقه من بتاعه الاكل، معلقه نشا تقدري تستبدليها بصميد البسبوسه. كوبايه وربع من الميه بنفس الكوبايه زي ما اتفقنا اللي عايزنا بيها الدقيق. الميه هنا مقدارها 250 مللي من الميه و250 جرام من الدقيق، ده كده مقدار مظبوط جدا. ربع كوبايه زيت ما يعادل 50 مللي من الزيت، معلقه سكر، هنزل بحاجه بسيطه من الملح، والسكر هنا مش هنزود زياده عن اللزوم علشان ما ياخدش معاكي لون بسرعه ويبقى مش مقرمش، معلقه بس. هنا هستخدم عدد 2 من البيض. هنزل بفانيليا برتقان بتفرق معاكي برضو في الطعم، هنا استخدمتها بما اني استخدمت روح البرتقان فاستخدمت الفانيليا البودر دي بطعم البرتقال. اول الميه ما هتغلي معاكي انزلي بالدقيق، ما تسيبيش الميه تتبخر وتقل كميتها فالمقدار مش هيبقى مظبوط معاكي. ولو هتستخدمي نص كيلو دقيق هتستخدمي له 500 مللي من الميه لو عندك معيار وكده. طبعا بتهدي النار اول ما بتنزلي بالدقيق